السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا في احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض كده حاجة عظمة، البتنجان المخلل. بصراحة كده يستاهل تجربوه، طعمه يا جماعة وهم. جربيه، انا متأكدة لو جربتيه بالطريقة بتاعتنا النهاردة هتدمنيه من حلاوته. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا حوالي نص كيلو من الفلفل الاحمر، هفرمه كده في الكبه وهوريكم شكله بعد ما نفرمه. ومعايا هنا حوالي كيلو من البتنجان. البتنجان بتاعنا يفضل يكون صغير بالشكل ده كده، كل ما تعملها صغيره تطلع معاكي احلى واطعم بكتير. هشيل العنقود بتاعها كده من غير سكينه علشان البتنجانه بتاعتنا ما تسمرش من جوه، وما بقطعهاش خالص قبل السلق. هنفتحها مع بعض بعد السلق زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ما بستخدمش سكينة خالص. خلصنا الكمية كلها كده. هغسله كويس طبعا قبل ما احطه في مية السلق. هنا فرمت الفلفل زي ما انتم شايفين كده، يعني فرم وسط مش خشن ولا ناعم. معايا حوالي نص راس من التوم كده، يعني حوالي 7 أو 8 فصوص من التوم. هفرمهم كمان واحطهم كده على الفلفل. تعالوا نسلق البتنجان مع بعض. حطيت كده ميه تغلي على النار، اول ما تغلي هنزل فيها بالبتنجان، وبعد كده هنزل عليها بمعلقه من الملح، وهغطي عليها واسيبها تستوي براحتها، ما بياخدش وقت خالص في السلق. زي ما انتم شايفين هنا انا حطيت فلفل وحطيت توم. هنزل بالبهارات بتاعتي، فلفل اسمر وكمون وشويه كده من الكزبره الناشفه. ولو الفلفل بتاعك بارد حط شويه من الشطه، لو حابه تعمليه بارد براحتك، ده اختياري. علشان الفلفل طلع معايا بارد حطيت شويه من الشطه. وهنزل كده بحوالي معلقتين كبار من الخل، وبحوالي كده 3 أو 4 عصرات من الليمون. هقلبهم كده مع بعض كويس، ولازم الحدق بتاعها يكون عالي شويه علشان هو بتنجان مخلل. يعني ما تخليش الحدق بتاعه مظبوط، خليه سنه ان هو يكون عالي، يعني زودي الملح شويه. حطيت كده حوالي معلقه كبيره من الزيت، هقلب كده كله مع بعضه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. تعالى اوريكم الباذنجان بعد ما اتسلق. الميزه ان انا ما شلتش العنجود بتاعها او قطعتها بالسكينه، علشان الباذنجانه بتاعتك تفضل بيضه من جوه. لو قطعتيها بالسكينه هتسمر معاكي من جوه. تعالى اوريكي شكل الباذنجانه من جوه عامل ازاي، ابيض بفتة. شايفين لونها مغيرش معايا تماما. هحشي بقى بالحشوه الخطيره اللي احنا عملناها دي. هسيبها بس الباذنجانه تهدى شويه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ومعايا العلبه بتاعتي بيفضل معاكي في التلاجة، يعني اخره اسبوع او يعني هو اخره اسبوع، ما تخلوهوش اكتر من كده علشان احنا كمان في الحر، يعني عشان عليه توم وعليه فلفل. فما تخلوهوش اكتر من كده، يعني في الحر اللي احنا فيه ده يقعد معاكي من يوم لحد اسبوع، ممكن ما يقعدش معاكي اكتر من كده حسب التبريد معاكي. هرصه في العلبة بتاعتي كده بالشكل ده. ريحة الحشوة بتاعته خطيرة. بفتح كده بالمعلقة فتح في النص كده، في نص الباذنجانية بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وبحشيه كله بنفس الطريقة. برصه كده بالشكل ده. فضل معايا شوية صغيرين خالص من الحشوة، لو مش فضل معاكي ممكن تعملي كمان حبيتين او 3 من الفلفل. وبحط عليهم يعني معلقة كبيرة كده من الملح. وبحط عليهم حوالي 5 أو 6 عصرة ليمونة، ومعلقة أو معلقتين كده من المية، يعني حوالي ربع كوباية كده من المية. بدوب كله مع بعض، وبنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزيت. بدوب كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وهنزل على الباذنجان كده في الآخر بالشكل ده. يعني ما بغطيهوش بالميه، هو كده كده هينزل ميه، انا ما بغطيهوش بس انا علشان ياخد الحدق بتاع الميه بتاعتنا. بحط على وشه كده شويه صغيرين من الزيت. انت رايحه فين؟ اوعي تكون نسيتي تحط اللايك، وكمان تنوريني بالاشتراك، وكمان الكومنت الحلو. ربنا يسعد قلوبكم جميعا. حطوا لايك كده، اللايك بيرفع الفيديو. والله ما انا عارفه هيرفع الفيديو ويوديه فين، بس ما تبخلوش عليا باللايك. بصراحه البتنجان ده ولا تقولوا لي لحمه ولا فراخ، طعمه تحفه. يتاكل كده لوحده من غير اي حاجه جنبه من حلاوته. لو عملتوه يعني مش هتبطلوا تعملوه تاني، علشان حلو جدا وكمان بيفتح النفس كده على الاكل. شايفين شكله عامل ازاي؟ يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.